بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الجمهور الرياضي في الوطن العربي الكبير، قبل ما ندخلوا الموضوع اليوم ما تنسوناش خوتي العرب، خوتي المغاربه، بالمشاركه في هذه القناه الفتيه والضغط على زر الجرس. ما تنسوناش بالتعليق كذلك ديالكم وبولي لايك، هذا فضلا وليس امرا. موضوع اليوم هو تصريح ديال اللاعبين الفرنسيين، لاعب برشلونه ومدافع برشلونه اللاعب كوندي، وكذلك فاران اللاعب الفرنسي ولاعب مانشستر. تصريح اللي كان على المباشر اليوم اكدوا فيه هاد اللاعبين قوه المنتخب المغربي وقوه الدفاع ديال المنتخب المغربي. على لسان اللاعب فاران اكد قوه ديال المنتخب المغربي والتماسك ديال الخطوط ديال المنتخب المغربي، وقال بالحرف بان الدفاعات المنتخب المغربي دفاعات متقاربه، يعني تقدر تراوغ واحد يخرج لك واحد، يعني بلوك عالي ودفاع متكامل. كذلك اشار اللاعب كوندي كذلك الصعوبه ديال المباراه، وبان الحلول غتكون قليله للمنتخب الفرنسي مهما النجوم اللي تمتلك المنتخب الفرنسي. ولكن اكد اللاعب كوندي اكد بان المنتخب المغربي فريق كبير، فريق عنده لاعبين كبار، وقال بالحرف بان اللاعب بونو الحارس اللي لعب معه كذلك في فريق اشبيليا ولعب ضده كذلك في فريق برشلونه، اكد بانه لاعب حارس كبير من الناحيه الذهنيه وحارس متكامل. هذه شهاده في حق بونو من لاعب كبير، لاعب الظاهر الايمن ديال فريق برشلونه. كذلك فاران اكد بان المقابله غادي ياخذوها الفرنسيين بجد امام فريق مغربي قوي، قدر انه انتصر على المنتخب البلجيكي المدجج بالنجوم، كذلك انتصر على المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي. واكد في الكلام ديالو بان هذه المنتخبات من المنتخبات القويه والمنتخبات العالميه، لهذا خاصنا ندخلوا بجديه في هذه المباراه باش نخرجوا بانتصار امام هذا الفريق. اذا هنا من خلال التحليل ديالنا الكلام ديال كوندي وديال فاران تنشوف ان اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي متخوفين وعارفين بانهم غيواجهوا فريق كبير وفريق كبير. يمكن هما قراو الخطه ديال الوليد الكراكي ولكن في المقابله تيكون الجديد في المقابله، لانه مساو بان ابا الخطه كاينه قوه ديال الاراده ديال اللاعبين المغاربه، وبقوه اراده ان شاء الله يمكن لينا ان نتجاوزوا هذا الفريق، هذا الفريق الفرنسي. هذا الفريق الفرنسي اللي ما غاديش نطيحوا من الامكانيات ديالو، عنده لاعبين كبار على راسهم ديمبيلي، فاران، كوندي، بابي، غريزمان. فريق عنده نجوم، فريق بكل صراحه هو الفريق البرازيلي تيملكوا نجوم كبار على المستوى العالمي. اللقاء غيكون صعيب امام هذا المنتخب، هذا المرشح لحد الان المرشح الاول للفوز باللقب والاحتفاظ به على الاحتفاظ بهذا اللقب الفرنسي، بهذا اللقب العالمي على التوالي. لان المنتخب الفرنسي قدر يتوج بكاس العالم في 2018، غيبغي يكرر الانجاز ديالو كما كرر المنتخب الايطالي انجاز ديالو في 34 38. كذلك المنتخب البرازيلي اللي فاز به مرتين متكررتين في 58 و62. المنتخب الفرنسي بغى يكرر هذا الانجاز اللي تحقيقه على ثاني مره على التوالي. ولكن الاسود ان شاء الله في هذه المباراه غيكونوا ند قوي. احنا عندنا كامل الثقه في المدرب وليد كراكي. نتمنوا بان اللاعبين المصابين انه يكونوا ان شاء الله في النهار ديالهم يقدموا مستويات كبيره. احنا باقي ما عرفناش اللاعبين اللي تشافوا من الاصابات. تنعرفوا الاصابه ديال اللاعب وسط نهار الانجليزي انجيت، تنعرفوا الاصابه ديال سيس، كاينه اصابه ديال اللاعب مزراوي اللي اشاعات بان مزراوي ان شاء الله غيكون حاضر في المقابله ديال المنتخب الفرنسي. الشكوك باقا تحول الاصابه ديال اللاعب سيس واللاعب انجد. نتمنوا ان اللاعبين المغاربه يوم الاربعاء ان شاء الله يكونوا كاملين في اللياقه ديالهم باش يواجهوا منتخب كبير اللي هو المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي كما شرت في البدايه
اللي لا اللاعبين ديالو لا المدرب ديالو لا الاعلام الفرنسي متخوف من هذه المباراه ديال الاسود. ان شاء الله يوم الاربعاء الانظار ان شاء الله غادي تتجه لملعب الخيمه بالدوحه القطريه لمشاهده مباراه نصف النهائي الثانيه اللي غادي تجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. نتمنى حظ سعيد اسود اطلس في حلم جميل ما كناش تنتظروا هاد كما تيقولوا المغاربه هذه خضره فوق طعام. الحمد لله اللي جا مرحبا به، هذا كل شيء غير رباح، ما عندناش شي ضغط امام فريق مرشح، ولكن ان شاء الله قادرين اننا نتجاوزوا هذا المنتخب الكبير. دائما نقول كما قال رابح دريسه في الاغنيه ديالو الشهيره مبروك علينا، وهذه البدايه ومازال ما ننساش كذلك نشكر ابناء المليون ونص شهيد. شفنا الافراح في جميع العواصم الاوروبيه، جزائري تونسي مغربي خاوه كل شيء خارج فرحان وناشط بالانجاز المغربي. كذلك شفنا الافراح في الباهيه وهران، في قسطنطينه مدينه الجسور المعلقه، في العاصمه بهجه العاصمه في العاصمه الجزائر، في الشلف، في بشار، في تلمسان، افراح الجزائريين مع خوتهم المغاربه اللي خرجوا الشارع. كذلك في تونس الخضراء وليبيا الشعب المغاربي كله سعيد لهذا الانجاز الكبير للكره المغربيه. نتمنوا اننا ان شاء الله نكونوا يوم الاربعاء في يوم ديالنا ان شاء الله ونتاهلوا للنهائي ديال كاس العالم لمواجهه اما فريق الطانغو والفريق الكرواتي. ما كاينش مستحيل مع الاسود، قادرين بروح المجموعه ان شاء الله. مهما الفريق الفرنسي، مهما جميع المنتخب الفرنسي ما يخلعناش ان شاء الله. الحكم يلا وصلتنا اخبار من بعض الاصدقاء بان الحكم هو سيزار راموس، الحكم المكسيكي هو اللي غادي يحكم المقابله ويصفر المقابله ديال المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. نتمنوا سيزار راموس ما يخرجش شي خرجه ماشي هي هذيك، الله يرضي عليه. خويا سيزار جمع معنا راسك الله يرحم الوالدين، كانوا شي تليفونات ولا شي حاجه ترجل معنا في هذا الماتش اخويا سيزار. راه الانظار كامله متجهه ليك، ترجع معنا اخويا سيزار، ما ديرش لينا داكشي ديال الخواف عامره. حنا راه بغينا نمشيو النهائي ونفوزوا بالكاس ان شاء الله ونرجعوه ان شاء الله للمملكه المغربيه. وفي الاخير تحيه وتقدير الجماهير العربيه في كل مكان، الى الملتقى ان شاء الله.